عند الكل، عن كل محبينك وعن كل الناس اللي ناطرينك اليوم. مساء الخير للنجم اللبناني ملك الرومانسية وائل كفوري. وكأنه مش عارف كيف بدي ابدأ وشو بدي اقول. عن جد خجلتوني. اول شيء بداية بدي احييكم وحيي اذاعتكم الكريمة وكل اللي عم يسمعونا. اهلا وسهلا فيك وائل عبر اذاعتك وبيتك صوت الغد. نحن كثير مبسوطين اليوم انه قدرنا نفوز باول اطلاله اذاعيه لنا عبر صوت الغد. نحن من الناس اللي بيحبوك وبيقدروا كل الاعمال اللي عم تقدمها. بدايه لكل المستمعين وائل شو بتحب تقول؟ اول شيء بدي اشكر محبتهم وبدي اقول لهم ان شاء الله يا رب هالعمل اللي قلنا فيه العمل الجديد اذا احبك الله جعل لك القبول في الارض. فكتر خيره كل دقيقة وان شاء الله هالعمل بيوصل لكل العالم، لانه عن جد هالقد تعبنا فيه، هالقد الكل عطى من قلبه والنية طيبة، فأنا برأيي بيستاهل يوصل والناس كلها تسمعه والله يوفقنا يا رب. وائل اكيد الله رح يوفقك على المجهود اللي عم تعمله وقد ايه عندك مسؤوليه كثير كبيره. الله يخليك. بدايه وائل عم بينجز صوتك رجليه. انا؟ ايه بالعكس وائل له رهبه. لا هلا بقول لك ليه. ما انا عارف انه في شيء يعني في شخص رح يفوت معنا على المداخله مفاجاه لوائل كفوري. انا اجمالا بحس برهبه بس اسمع صوته. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير استاذ سيما اسمر. مساء النور يا شباب. مساء النور لوائل. هلا انا بلشت ارجف. انت ما بترجف، انت بترجف. حبيبي من الحب باغانيك لكل البنات الحلوين. بدك يطول لي عمرك يا رب. انا بدي اقول حبيبي، بدي اقول بس كلمه حتى ما اطول شرح وما اخذكم من وقتكم. انا بهم اقول بس شغله، انه يتذكروا العالم كلهم ب 92 لما بلش وائل كفوري كيف الجرايد والمجلات والمجلات الشهرية شككوا كلهم بنجوميته بصوته وليش هالأهمية وليش عاطينه هالقد وليش بتساعدوه وليش بتهتموا فيه وليش حوالي 20 ل 40 سنتي ورقة المجلات والجرايد بيشككوا فيه. اليوم حوالي المتورة من الجرايد الناس بيحكوا عنه منيح وما ثبت بالأغنية اللبنانية حدا قده. من هالمنطلق بحب اقول لهم ما تاخدوا بارتي بري، يعني اذا مش بأول الطريق ما تجزموا على حدا نجوميته، لانه كل واحد بيقدر بصوته يوصل بشغله للمطرح يلي بده اياه. وائل يعني هذا كله بفضلك يا استاذ، وانا بدي اذكر لا حبيبي ما حدا بيعمل جوهرة من خشبة. هيدا بقدر اللي عم تقوله، وانا كمان بدي اذكر انه هالانسان العظيم اللي هو انت مش بس لك فضل علي، لك فضل على 3/4 الفنانين اللي اليوم وصلوا وصاروا من اهم النجوم على الساحة الفنية، واكيد انا واحد منهم. يعني انا بقدر اللي عم بتقوله، وانت انسان فنان ومبدع يعني وقد ما نحكي ما فينا نكفيك. الحكي اوقات يمكن هيك بصير مجامله، بس الفعل انت انسان فعال على الارض، وكل العالم بتعرف ناسي ما اصلا مش انا بدي احكي عنه، بس انا بحق لي لانه انت لك فضل كثير كبير علي، واللي ناسي خليه يرجع يتذكر وانا عم ذكر. فضلك على الله حبيبي. وائل كفوري ابن اصل وفنان كبير بنشوف حالنا فيك. سيما اسمر مخرج عظيم ومبدع من لبنان. لاثنيناتكم رح نهديكم هاي الغنيه قبل ما نقول كمان استاذ سيما بدي اقول لك شكرا كثير لك انك خصيتنا كمان بهالاطلاله، بعرفك ما طلعت ولا مطرح. وباي واحد طمني عنك. ميرسي. خليك معنا استاذ سيما كمان رح نهديكم هاي الغنيه. عندي الاسامي شو بدي سميه، مش ممكن تخفيه
هن موجودين، والتاريخ موجودين بالتاريخ، مش ضروري اذكرهم يعني اذا في ما بقدر اتذكر الكل، بس انه كمان هول الاشخاص تعبوا ونحن كنا تيم مهم وقدرنا نعمل شيء من الاغنيه اللبنانيه. الملحن اللبناني سمير صفير، مساء الخير. وائل كثير سريعين كثير سريعين. استاذ سمير صفير. استاذ لحظة نعم. مش انتوا اللي كثير سريعين، تفضل. انا اللي كثير سريع اني اطلع دغري معكم لانه وائل على الخط. تسلم يا استاذ. غير وائل على الخط في اسماء انا ما بطلع معهم 100%. نحن ما عندنا شك، انا اللي سريع. ما عندنا شك ابدا. استاذ سمير صفير. وائل كفوري. لا ما اول شيء وهيدا صديق العمر. يعني مصدق عم تحكي طلعت انت لا مش معقول، لا تعرف النية قديش طيبة. ايه شو صار سمير؟ لا عم بيقول وائل انه هو عم يحكي عنك دغري انت صرت على الهوا، فعشان هيك قلت نحن سريعين لانه مش مخططين ولا محضرين انه قد ايه نيتك طيبه وقد ايه انت ابن حلال استاذ سمير. قبل كل شيء بونسوار رودولفو، بونسوار رجع، بونسوار لكل العاملين بإذاعة. احلى مساء الخير لك. ثاني شيء بس تقولوا وائل كفوري بحس انا بتذكر 20-25 سنة مروا سنين ذهبية من حياتي، قطعت فيها مرحلة كبيرة. يعني انا بحس اني كتير ملتزم بوائل، مسؤول عن وائل، حتى لو ما بحكي كتير ولو ما في اتصالات كتير بيني وبينه ولو ما في لقاءات كتير بيني وبينه، بس انا عم بتتبعه لما بيعمل شيء حلو كتير كتير بنبسط من قلبي. وكل انسان انا بغلط وكلنا بنغلط، ولما بيصير في غلط كتير بزعل من قلبي، وكل شيء هيدا لاني بعتبر حالي انا ملزم، بعتبر حالي انا حتى على قولة المصريين حتى منه، بعتبر حالي اني انا شاركت بالاساسات يلي انبنت لوائل كفوري، اساسات قوية ان كان من حيث الكلمة او من حيث اللحن او من حيث التوزيع او من حيث ادائه وصوته ونجوميته وكاريزما تبعيته. الله مكملها معه، بتمنى له انا كل خير وكل صحة. انا بحبه كثير لوائل، وانا حد اشتغلت معه او ما اشتغلت معه مش هيدا ما في استاذ سمير لحن لك مع وائل بهيدا الالبوم؟ ما هيدا الرقي اللي عند الاستاذ سمير، انه انا مش عارف بده يتصل وحتى يمكن مش مشارك بهالعمل، فهذه هي الاخلاق وهذا هو الفن خيي، وهذه هي المحبه، ويا ريت الكل بيكونوا هيك. سمير صفير كبير من لبنان اكيد. انا علاقتي بوائل كفوري وبصوت وائل كفوري وبفن وائل كفوري ما بتربطه لا غنية ولا اسطوانه ولا حفله. انا بتربطني في عشرة عمر وسنين انحرقت وساعات انحرقت باستديوهات تحت الارض، نحن عم نشتغل وعم نبني وعم نأسس. عدينا هيدي مرحلة الغنية والألبوم، نحن تربطنا، بتمنى له دايما أنا كل السعادة والخير والصحة، وأهم شيء بالفن إنه يضل طالع، لأنه اللي مثل وائل كفوري بيكون أنتيبيوتيك. حبيبي انت حبيبي. شكر كتير كبير لك الملحن سمير صفير، ثانك يو كتير على المداخلة السريعة، وعلى امل انه هيك نعمل لقاء مطول معك لانه دايما مخزون كتير كبير بالفن سمير صفير. ثانك يو لكم لك وائل، ومبروك على الاسبوع يا حبيبي، يا رب تضل بحقق من قلبنا نجاح. شكرا. وائل نعم بدك تجيب سيرة حدا بعد؟ وائل كفوري تعرف عن جد، تعرف الانسان اللي يبقى عنده وفا بالحياه. نعم. ما قدرت انسى حدا. نعم. يعني يعني مثل صدامني سمير طلع معي ومش عارف شيء، فعن جد النوايا صافي. ونفس الشيء وائل كمان المخرج سمو اسمر. هون اشخاص نعم. هن بالفعل اساس، نعم. هن اللي تعبوا واللي ضحوا، فصار في شيء اسمه وائل كفوري. يعني انا ما جيت هيك، نحن تيم فريق تعب ضحى عطى من وقته. وتخيل انا كان عمري 17 سنه، يعني 17 سنه 13 سنه بهالوقت لازم يكون ما بعرف. يعني من هون بلشت اتحمل مسؤوليه، وكان في معي ناس مخوخه كلها كبيره واساتذه كبار،
وعلى هالاساس تربيت، وبعتقد كانت النتيجه مرضيه وقدرت اعمل اسم اسمه وائل كفوري. وائل كفوري اسمك هو يعني فخامة الاسم بتكفي. وائل كفوري، نحن وياك رح نسترجع اجمل اغنياتك بهالميوزك ستوري كمان اللي حضرها روبن وزميلنا نضال معطوق المخرج. نضال معطوق حضر لك اياها، رح نسمع نحن وياك. يلا كلنا سمع. اللي بحبك من حبيبي انا رعد وبرد ومعقول تشفي قالوا تخرج عالسيف يا هوا روحه قله هلو كتير اشتقت له شو بحبك سألونا وردينا حكيت لنا عينينا وأنا في حبك سايق وتبيتك تاني ميل جنوني صوبك وداني مكتوبك مليان دموع أنا مخلص بحبك انت أنا مخلص أنا من ضمن قصد كتاب فتحته فيه والتقينا حبك عزات مكتوب عليك انت فليت صفحة وطويتها كلمة تشرق شمس النهار قلبي وشو بدي قولك غلط لو كانت الأشواق لما نكون سوا نتلاقى فيه من الوتر ما بنكر اني حبيت بحبك انا كتير ما فينا نغير ولا كلمة وعليك خليت ولما الهوى ورماني لو بدك باليال البرد يا عيني عليكي برج فرنسا وطول الصين صار لك من بيت هدايا زمان رح زين بالورد الاحمر انا قلبي مشتاق شو رايك بعد اللي صار دايش صار لك انطرك عشقا سمرا طعما غير الدايش كاتب على الورق لما بتسهر وبتتأمل لك لو عيب هواي قلبت كرش حجال وركضت ليل بالميطان بعد الظهر بهاك اليوم شو ما بيقولوا شو بدنا كلام الناس الله. وائل كفوري ما في خبرك شو عم حس. انا عم بسمع كل غنية بغنيتها، لا مش معقول يعني. هالارشيف انا ما عندي اياه اصلا. اسم الله عليك، ما بتعرف تعمل الا هيتات. انا هلا سمعتها تذكرتها. حبيت ما بعرف هيك صور من الماضي شو حلوة وشو بفتخر فيها. صور النجاح، صور النجاح. وائل كفوري فعلا يعني استعرضنا نص او ربع اعمالك كلهم هيتات، ما بتعرف تختار الا هيتات. وائل كفوري ما عنده الا هيتات. كتر خير الله، هيدي نعمة، كتر خيره. وائل نعم نحن كتير مبسوطين وانا كثير مبسوط فيكم. وما بتصدق قد ايه في عالم عم بيبعتوا لنا، في ناس غيرانين عم بيعترفوا. بحب انا البغار، بقول انا مثلا نسرين زواهر اعلاميه بتقول لي انا غيرانه، بقول لها اوكي ما عليه، بس مبسوطه قد انه عم تسمعك معنا. نسرين حبيبة قلبي كتار في لنا لقاء سوا اذا الله راد قريبا. الست نضال الاحمديه بتحييك، بتقول لك كمان بحييها وبوسها. هلا المر بتقول لك يعطيك الف عافيه. والله يعافيها ويعطيها الصحه يا رب. خلينا نحكي شوي وائل كفوري عن الالبوم الجديد. بس بهذا الالبوم كان في جمود ورا كل الاغاني، ملحنين، موزعين، شعراء. خبرنا مع مين تعاملت بهذا الالبوم الجديد وائل؟ تعاملت مع احلى ناس، وتعاملت مع منير طبعا، مع حفظ الالقاب، مع بلال، مع هشام،
مع خلينا نبلش واحد نبلش. اوكي، بلال الزين مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير بلال الزين، اهلا وسهلا فيك. مساء الخير رجا، مساء الخير رضوف، مساء الخير وائل. ألف مبروك. شو هالرواق شرفك. ما تحكي رواق. معقول تسمع صوته لبلال بتحسه عم بيلحن بتحسه طالع لحن منه. حفلة الأسد لك بلال الزين بألبوم وائل كفوري، يعني أكثر من أغنية، صار الحكي، كل شي حوالي، الغرام، المستحيل، ما في لو، يعني كل هالأغنيات هي من ألحانك وتوزيعك بألبوم وائل كفوري. خبرنا في نجاحات انت ووائل، هيدا الالبوم شو اللي بيميزه عن غيره؟ اولا بالبداية كانت بغنية ما رجعت انت، وكانت بداية خير، يعني ابتدينا باغنية سنجل وقتها ولقيت نجاح كثير كبير. ورجعنا كان التعاون بالالبوم الماضي ب3 اغاني كمان، وهالالبوم ب4 اغاني، يعني هذا بيعني انه الحمد لله نجاح من نجاح لنجاح اكبر لحتى عم نوصل لهالقد التعاون. اللي بيميزهم هالمره بعتقد انه في تنوع اكثر، يعني 4 مش كثير بيشبهوا بعض. وبس مزينين بصوت هالنجم اللبناني الرائع، وبصوت النجم اللبناني الرائع الشاعر منير أبو عساف كمان. بلال، يعني ألبوم وائل كفوري بعد ما نزل على السوق بس مكسر الدنيا بالسوق، ما فهمت انا هاي ولا حدا فهمها، يعني بعد ما نزل الالبوم والناس عم تتقاتل على الالبوم. شوف لأقول لك شغلة، طريقة تحضير وائل كفوري للألبوم، يعني اهتمامه بالأغنية بتفاصيلها، بداية بالكلام وحده، بعدين بالكلام والألحان، بعدين كلام وألحان وتوزيع، بيخليه يقدر انه هو ينزل بس الكلام ويكون شايف حاله فيه، لأنه عارف حاله شو مختار. فعلا بيعرف يختار الكلام، بيعرف يختار اللحن. وطبعا وائل يعني كل الناس بتنطر الالبوم ناطره، واضح ان الاغاني شكله الناس حبتهم الحمد لله. هذا كثير نعمه من الله الحمد لله. بلال زين، اكيد رح نقول لك شكرا كثير لك ويعطيك الف عافيه، مبسوطين بهذا النجاح. شكرا لك على المداخله. شكرا لكم والف مبروك لوائل. وائل حبيبي، انا بدي اشكرك بلال، ما اصلا انه بلال يعني فن واخلاق وذوق، وبتحس هيك روحه مشبعة فيها سلام، مشبعة بالسلام، ما فيك ما تعشق لحنه وأعماله. انتبه، كان معي أو مع غيري. يعني بلال معلم وفنان خطير. نعم. أكيد بدي أقول لك وائل، هيدا بلال الزين، 5 أغنيات من كلمات الشاعر اللبناني منير أبو عساف. يا عيني يا عيني. شو رأيك منير أبو عساف وائل؟ انا اصلا كان بدي منه بعد اكثر. ما نخلي شيء لبعدين. بخيل منير، بدي له كله. بخيل منير اخ وصديق وهو قال جمله كثير حلوه وانا بتبناها، انه هو بيكتب وائل كفوري وانا بغنيه. فقد ما احكي عنه بعتقد هالسطرين هول بيعبروا عن كل شيء بدي اقوله عن منير. كاتب وائل كفوري منير ابو عساف مباشرة عبر صوت الغد. مساء الخير منير. مساء الخير، يسعد مساكم، وتحية لك رجل ردور، وتحية للفنان الكبير وائل كفوري. اليوم مهرجان، في حدا بيلبق له قدك تكون في مهرجان لقله على الهواء؟ طول لي عمرك. اوكي، بس انه ايه، لا كثير يعني ماشي عم تفاجئوني وقع اساس انه 5 دقائق 10 دقائق، لكن لا، هيدا شغله طويله. شغله يومين 3 يعني. منير ابو عساف، الو، مساء الخير واهلا وسهلا فيك عبر صوت الغد، والف مبروك الالبوم الجديد لوائل كفوري. يبارك بعمرك. واول شيء بس للتصحيح انه 7 اغاني بالبوم وائل مش 5. انا 7 عم عدهم، 1 2 3 4 5 عندي. لا 7. اوكي، انا بلكي في غنيتين ضايفينهم على الالبوم. لا لا. اول شيء خليني اوجه تحيه لوائل وله انت على السطرين اللي قلتهم مضبوط، اني بيختصروا كل شيء بيني وبينك. واللي بيني وبينك هو نجاح مبلش من 2005 من حبك عذاب، وانتقالا لكل الاغاني اللي عملناها سوا.
بدي وجه تحية لبلال الزين ولهشام بولوس ولملحم ابو شديد ولداني حلو اكيد، لكل الشباب بيشتغلوا بهالالبوم، وان شاء الله يا رب تكون البوم يعني مش بينت نجاحاته اصلا قبل ما ينزل مثل ما قلتوا، ولا شك انه مع وائل كفوري ببلش النجاح قبل ما يبلش. انا عندك شو شاعر. بما انه الشعراء مع بعضهم هلا مجتمعين على الهواء، شو رايكم نسمع الناس شو قالت عن البوم وائل كفوري قبل ما ينزل؟ يلا هات لنسمع. سامحني ما في كفي اللي ضحيته بكفي معك من البداية. صوت الغد. رجعت وائل كثير حلو السنة الجديد، مبروك. انت صوت رائع رائع رائع، الله يحميك، افضل صوت بالنسبة لإلي بلبنان. بعقد وائل، بعقد. اسمع وائل انا بعشقه، بعشق صوته. بدي منك تسأل حالك وقت اللي بتقعد مع حالك. وائل my best singer ever. وائل كفوري بحبك كثير. يعني ما بعرف بدي اقول لوائل، حياتي وائل، بقالي سنة ناطرة هالالبوم، شي بعقد، شي بوجع. I love you وائل كفوري، انت كل حياتي وانت كل قلبي وانت فشة خلق لإلي ولحبي. وائل كفوري اجمل صوت واحلى صوت وبيوصل للقلب دغري عن جد. احلى جرعة حب وحنان بصدى وائل. وائل ذا كينج لاف يو. هاي غرامك تكتبها. وائل كفوري اقوى زلمه. كثير حلوين كثير حلوين، والف مبروك وائل، الف مبروك. في كم شغله دقت فيي من جوا من جوا من جوا. احلى وائل والله، دايما بيعبر عن اللي بفكر فيه واللي بحس فيه. لكن مستمعي صوت الغد وائل. على فكرة انت تغيرت وقلبك علي وائل كفوري أروع صوت، ربنا عطاها النعمة وعرف كيف يحافظ عليها ويطورها، وأكيد دايما المزيد من التألق والعطاء. وائل كفوري حرام عليك، كتير ألبوم حلو، كلمات روعة. جود لك بحياتك، وألبومك كتير روعة، وكل ألبوماتك بعقده. I love you so much. قد ما حلو بيأذي قد ما هو حلو. أصلا كل شيء بيعمله وائل رائع. علمتني بحالي اهتم، يعني مثلك كون يكون بحياتك الأهم، يما ما بدي يكون. علمتني بحالي اهتم، يعني مثلك كون. أحلى صوت الغد وائل كفوري. احلى صوت بالعالم وائل كفوري، هيك لازم يا يكون. عمي بدي اشكر الناس عن جد، بدي اقول لهم انتم محبتكم بقلبي جوا وكل اللي عم بعمله كرمال الناس، يعني من محبتي للناس، من محبتي لعملي، لأن عمل بالنهاية بس قدمه لمين؟ للناس مش لإلي. مأذي وائل كفوري. بتحبهم، هالقد بشتغل من قلبي، هالقد بضحي، بس آخر شيء يقولوا لي ثانك يو وائل وحبينا عملك. فهذا شرف كثير كبير، ويا رب عن جد تبعد عني ولاد الحرام والحسد، وكل واحد يلتهي بحاله لحتى الله يعطي كل إنسان حقه وينجح. وائل، نعم، محبة الناس كتير كبيرة، وهيدي نعمة من عند ربنا فتستاهلها. منير أبو عساف بعدك معنا؟ معكم اكيد. شو رايك منير بالروبورتاج؟ اكيد يعني هذا الشيء طبيعي يقولوه العالم، وبس انبسطت بشغله كثير مهمه انه عم بيقولوا له مأذي وبيوصل لجوا يعني العالم عم تتفاعل مع المواضيع ومع الالحان ومع التوزيع بشكل فظيع، لانه نحن جد مش عم بمدح بشغلنا، مش لازم نحكي عن شغلنا، بس كثير بسمعوا انه بيقولوا لي انتو الفن نضيف بزمن الرداءة الفنية. صراحة هاي اللي بسمعها أنا. ويمكن أنتوا اللي مسينا وأنتوا بتعرفوها كإعلاميين 100%. الحمد لله عنا صوت مثل صوت وائل كفوري يقدر يحمل هالكلام اللي عم بكتبه. يمكن أنا لو ما في صوت مثل وائل كان يبقى هالكلام بجوارير، لأنه هيك كلام ما بيلبق إلا لهيك نجم بصراحة. منير أبو عساف، شكرا كتير لك على هالمداخلة، أهلا وسهلا فيك. تحية وائل لك حبيبي. وأنا بدي أحييك يا حبيب قلبي. وائل قد إيه أنت مأذي؟
هلا في حدا عم يبعتوا لي انه دمار شامل. ايجابيا طبعا ما هذا اللي هو المعنى، مأزة يعني عم توصل، عم تدق بكل قلوب الناس بهيدا الالبوم اللي عم بيكون اليوم حدث. ما بعرف اذا انت عم تحس اللي العالم اللي عم بيقولوا لك اياه قد ايه هو مسؤوليه كتير كبيره. انا ما بسمع بس الكلمه، انا بسمع النبره اللي عم يحكوا فيها. الكلمه كل العالم بتحكي، بس بتحس النبره اللي عم يحكوا فيها مختلفة. فيها حب، فيها محبه، فيها الف مبروك. مزبوط يعني عم بيقولوا لك مبروك بالقلب، مش انه عملنا مقابله ايه ليك مهضوم السدي ايه حلو، لا نبرتهم غير 100%. فانا هذه بيهمني النبره اكثر من الكلمه 100%. ف يعني مثل ما عم نشتغل بحب وبمحبه وعم نتعب كثير وبنشتغل كثير وبننقي كثير وبنشيل كثير وبنخزق ورقه وبنرجع نكتب غيرها وبنرجع بسجل صوتي، برجع بلغي، برجع بغير، واخر شيء انتبه اخر شيء بضل بعدنا مش راضيين يعني. سمعتك عم تقول وائل انه انت بتعمل يعني انت لليوم بعدك تنتقد حالك، يعني هيدا باخر اطلاع لك بعرب ايدل. مزبوط يعني انا هلا بسمع حالي بقول يا ريت هون كان في يغني احلى، بس اوقات ليك البساطه كمان يعني بهذا السدي حبيت غني البساطه بطريقه الغنى وما كثير اتفزلك يعني. في جمل جربت اقولهم هيك كيف بيطلعوا مني عادي، ما كثير اتفلسف بالجمله، وحلو السهل الممتنع اوقات مش اذا ما تفلسفتوا هيك عالي اوكي موجودين كثير خير الله. بس حبيت غني الاغنيه مثل وكانه عم خبر قصه هيك لولد صغير، لطفل صغير، لامرأة جميل. وصلت الرسالة مثل ما لازم، هيك مغروم صحيح بطريقة كتير سلسة، ويمكن هذا هو العمل الصائب اللي نحن عم نعمل الريبورتاج. مين ما سألنا عن وائل كفوري كلهم عندهم قصة مع وائل كفوري، كل الناس عندها قصة مع وائل كفوري، اللي انغرم مع وائل كفوري، واللي ترك صحبته مع وائل كفوري، واللي سافر مع وائل كفوري، واللي فات على الجيش مع وائل كفوري، واللي يعني كل حدا عايش مع وائل كفوري بأغانيه. ما تعرف قديش انا مقضى كمان، ما هو دي او كل المعاناة حبيبي، كل المعاناة، فاكيد بحكي الناس بطريقتهم، وانا كمان انسان عايش بهالدنيا، عايش مثلهم بالغريم وبحب وبفشل يعني فيها الحسنات وفيها السيئات كلهم عشتهم، وهذه الخبرة بالحياة بالنهاية بتخليك تقدم الأفضل للناس. وائل كفوري كمان بدي أوجه تحية للصحفية إيمان إبراهيم اللي عم تحييك، سيدتي دوت نت، كمان هلا حداد كمان بدي أوجه لها تحية، كمان بتجرد إيري أبو نجم، وكمان رانيا شهاب من نواعم. كل الصحافة بدي أقول لهم يعطيهم ألف عافية وشكرا كثير على محبتهم. بدي أشكرهم على اهتمامهم وميرسي حبيبي ميرسي. وائل قول مساء الخير. مساء الخير والنور. لك يسعد لي مساكم يا رب. اهلا قديش تقطوا لبعض كتير، عرفت انه قضيتوا ايام وليالي مع بعض باستوديو. هشام بولس الملحن، اهلا وسهلا فيك. يسعد لي مساكم رجا ورودولف، يسعد لي مساك يا معلم يا كفوري. هشام حبيبي، انت حبيبي. انا معلش بحاول معلم لسبب واحد، لانه من اكثر الاشخاص اللي شايفهم بحياة الفنية الصغيرة اللي يمكن هلا قريبا بتصير عمرها 10 سنين، بتبلش معه الحرفية والصنعة من انتقاء الكلمة، لا اذا بدك اولبة اللحن بطريقة انه تشبهه، لانه يعني كيف واحد نحات بينحت اللحن على طريقة انه هي تشبهه لقاله كليا، لا متابعته للتوزيع، لا اخر شيء اذا بدكم نحن بنحب هالعبارة انه نتمارض على التكست صوت، لانه ما في شيء معقول يعجب وائل كفوري، على طول في عنده الافضل براسه وعلى التنفيذ مش راضي، يعني من هون بتعرف انه عن جد معلم، لانه على طول مش راضي عن البرودوي، وهيدا هو الفن بحياتك. انت بالفن مبسوط تاخد 10 على 10، على طول عينتك ناقصه 8 او ماكسيموم 9، لانه ما في بيرفكشن، ما في كمال بالفن. حلو، شكرا كثير لك هشام على هالمداخله القيمه جدا، وانت كمان من الملحنين الرائعين اليوم اللي عم بدك عم يثروا المكتبه الموسيقيه اللبنانيه العربيه باجمل الالحان. خليني يكون يا رب. اذا بدي احكي عن هشام، نعم، اذا بدي احكي عن هشام يسمعوا كيفك يا واجعي، هذا هو هشام بولس خيي. اوف حلو منيح حلو. بولس بعده معنا بولس او سكر يلا. وائل نعم. هلا بس بدي بعد عنا بعد كم شغله، بس عندي الفانز تبعك عبر تويتر
يعني مثل ما شفنا زميلتنا ماري جو قالت لك ردي على تويتر، يعني انت كاتبها بتحكي معهم بالزجل وبتحكي معهم بالشعر. هلا شو الكلمه بتقول لهم اياها لانه يعني يخزل عين جيش عبر تويتر؟ شو بقول لهم؟ يعني شو بدي خبرك انه هن الدعم الاول والاخير، هن الجيش اللي بالفعل بدافع بإيديه وإجراي عن الشخص اللي بيحبوه. يعني أنا شايف فانس أو حدا بيحب حدا، بس هالمحبة اللي بيحبوني إياها ما بعرف شو بتعمل فيه وقديش بتخليني بالفعل وبتحملني مسؤولية كتير كبيرة. إنه يعني تخيل مثلا أنا اليوم تعرف عملي إذا ناجح ولا لا. من أول 4 حدا هيك بعت لي على تويتر رأيه، فمن هون تخيل هيدا الفانس تبعي بعرف رأيه من أول 4 أشخاص. حلو. إنه إذا عجبوا هالشغل ولا لا. فهالقد بحبهم، هالقد بوثق فيهم، والله يكترهم يا رب، ورح ضل متواصل معهم بإذن الله من هلا لا يخلص تويتر إذا بدك. وائل منزوعة عندك كبسة الفولو؟ منزوعة؟ شو بدك تقول لي؟ كبسة الفولو منزوعة عندك؟ ليك رح الحقك هلا. سبقتك مزالك. وكفوري حتى بتوزيع الاغاني بتتدخل؟ انا بحب اسمع كل شيء طبعا مع احترامي للكل. يعني اصلا يعني داني من الاشخاص المميزين. انا ما بتدخل بلغي شيء او لا، بس كيف بعطي هيك رأيي بشكل انه يمكن هون افضل. هلا داني من الاشخاص اللي بيتقبلوا لانه كمان فنان كتير كبير وخلوق وعطول متجدد وبيحب يكون هيك معاصر الوضع، مش انه وقفنا هون خلص عملنا غنية ناجحة بنقعد وخلصنا، لا بضل يفتش فيعمل توزيع حلو وافضل واحسن. حلو. بعطي رايي بشكل هيك بسيط انه هون بفضل احسن، هون كذا، الكل عم يتجاوب كثير خير الله، وهذا هو يمكن اللي عم يخلينا ننجح ونوصل. داني حلو. قد ايه عذبك وائل كفوري؟ بالعكس نحن بنعذبه لوائل، شو بحسبنا؟ انتوا احسن عالم بالعالم، كيف ملفقينا ومظبطينا ما عم بفهم. انتوا احسن عالم بالعالم. هيدي جديدة هيدي. داني وائل كفوري نجم كبير، وحضرتك موزع اليوم كمان مهم وشاطر، وعندك خبرة وعندك اغاني كمان كسرت الدنيا. التعاون مع وائل كفوري كيف كان وشو الجديد بتوزيع اغاني وائل بهذا الالبوم تحديدا؟ ليك في شغلتين كتير مهمين ذكر. هلا في ذكر واحدة منهم وائل انه تدخله اوقات للاشخاص المعنيين بالغنية اللي هو المطرب الاساسي، تدخله مهم بالغنية خصوصا اذا كان فاهم حاله على القد وين طريقه وكيف بده يمشي اي طريق. لانه هلا فيك انت تعمل حيلا توزيع للغنية، في 20 نوع توزيع بتعمله، بس بدك تعمل كل واحد توزيع اللي بتلبق للإيماج تبعه، للصوت تبعه وللشكل تبعه. هلا بغض النظر انه وائل كفوري بيغني شي 50 نوع ما عنده مشكل، كيف ما بدت نوع بيصيبه بحرفية. مشان هيك الشغل معه بده يكون انه حيلا لون عم تشتغل له اياه بده يكون بطريقة كتير دقيقة، لانه هو كتير دقيق. يعني شو بدي خبرك، دقيق بشكل ما فيك تتخيله. هذا شيء بروفيشنال، يعني شيء بروفيشنال بشغل المطرب. اكيد لو ما كان هيك ما كان وصل لهون. يعني بيكون هو من خلقته دقيق على كل شيء بيعمله. يمكن مش بالموسيقى مثلا، بكل شيء بيحترف وبيعمله. مثلا بالتنس بيحترف التنس بشكل مش معقول. يعني مع انه يعني كيف عم تحكي هو يمكن افضل مطرب، يمكن افضل واحد بيلعب تنس لانه احترفها. ما هو هيك طبعه. بقى هيدا الشيء بريحني انا كشخص، لانه بالنهايه بيعرف حاله شو بده. بيقول لي مثلا بدي هالغنية اذا بنكون طريقة هيك. يعني اوقات هو بيعطيني وجهة الطريق الاساسية كيف هو بيقشعها، كيف بتناسبه. ما كمان عنده رؤية كمان هو، لانه مش عم نحكي فنان انه عم تحكي وائل كفوري يعني من الاشخاص اللي مش ما فيكش تقول لهم جروب يعني نفسي لإلي اعلى بكتير من جروب بقى. وهو كفنان اصلا اذا بدك كشخص كتير لذيذ. يعني بتحكي معه ولا يعني بتقول يعني بتصير انت يهدى وائل اذا من اول ما تعرفت عليه، عرفت
انه بتشوف وائل كتير بعيد عن العالم، انه كشخص يعني كتير عالي، عرفت؟ وائل كفوري، وهيك بيطلع كتير لذيذ وكتير يعني فنيا اكيد عنده معلميته، ما فيني انا احكي عنه فنيا، بس اذا بدك احكي عنه شخصيا يعني عن جد ما بقدر اقول لك شهادتي مجروحه فيه، بس عن جد انسان بكل معنى الكلمه وكتير متواضع، ويمكن تواضعه يمكن هيدا هو سبب نجاح وائل كفوري، هو التواضع اللي عنده اياه والنجوميه المطلقه، ربنا عطيه كاريزما يمكن خصه فيها له. داني اكيد حابب نشكرك كثير على هالمداخله ويعطيك الف عافيه والف مبروك النجاح، نجاح كثير حلو. شكرا. بقول له لوائل كثير مبروك وبشكركم لكم ويعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا. ثانك يو داني، ميرسي. وائل كفوري يعني داني حلو مش بس بعائلته، بحديثه وبشغله وكله حلو، مش ماهوش الانسان. انا داني كتير بحبه وبرتاح معه واللي ذكره كتير مهم انه حلو الانسان يستوعب من شخص شو بيحب ويتفقوا ويمشوا سوا وينجحوا سوا. فمبروك مبروك إلي وإله. نعم. وائل، بما انه اخذت هيك ذكروا التنس، اخذت كاس من كتير، الف مبروك. مزبوط، انا كنت مشارك بدورة. نعم. تقريبا وصلت للفينال يعني، ولكن ما قدرت كفيها لانه كان عندي تصوير وما عادش قدرت. ليه بحسك يمكن كنت ممكن تأجل التصوير لحتى بيني وبينك ايه التنس بحبها كثير واخذت لي من وقتي كثير، ولعبة كتير حلوة يعني، رياضة وفيها فكر يعني. تنتبه التنس مش بس انه رياضة وركضنا لا، صارت التنس فيها ذكاء، بس تعرف بدك تحطها بدك تربحها، فيها مخ، مش هيك 100%. لا نسمع من عند نضال وائل شيء. ردي لي الصور إذا بعده، يعني الألبوم من الأوديو لصورة الغلاف بياخدوا العقل. حس اكثر شيء عذبه لشربل ابو منصور وائل، لانه وائل قليل يطلع بالكاميرا. عذبته وائل؟ منيحة. وائل رح نروح مباشرة لشربل ابو منصور. مساء الخير شربل. مساء الخير رودولف. مساء الخير رجا. كيفك؟ وائل حبيبي كيفك؟ اول شيء بدي اهنيك على صورة كفر وائل كفوري. بعتقد هيدي الصورة هي شedevre اذا بدك، او هيك تحفة فنية، فبهنيك شربي. خبرنا قد ايه وائل عذبك بالتصوير. يعني لخبرك شغله، اول ما فاتوا لعندي قال لي ليك بدنا نعمل صوره واحده ونفل. قلت له طيب بنشوف نحن. صورنا تقريبا شي 2000 صوره صراحه. والله مش 3-4 ساعات ويلا 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 ويلا. عمل متكامل. شربل المنصور كمان. وائل شو تعليقك على الصور يعني من بعد بلشوا ينتشروا عبر مواقع التواصل؟ اول شيء شربي خيي مش مصور، رسام. نعم. يعني مش مهم واحد هيك ياخذ لك فيها تطلع صوره حلوه كل تكه، بس فيها تاتش تبقى ما بتشبه الا عن جد فنان بيبقى. وبتطلع بالصوره بتلاقي فيها فن وفيها حرفيه وفيها ذوق. هذا هو شربل ابو منصور، وبعتقد في كثير اشخاص كمان نجحوا معه، مش بس انا، بس هلا انا احكي عني شربل. قوي موسيقى الاغاني كثير مأذيين. قالكم انا شيء ثاني انه الصور اذى بكثير. اوف. هلا الصور بس ينزلوا رح يكونوا كثير مأذيين كثير. اوف. فوري هالقد؟ خيي يا رب دخيلك ما عرفني. ان شاء الله خير، ان شاء الله رح يشوفوا شيء مش شايفينه من قبل. كنت عملت معهم برو، واكيد الشغل بده يطلع برو. بقول لك يا وائل، يا كفوري قرب الزلزال وقد ما انحكى عنه وانقال بقوته مش رح يضرب مقياس رختر، جاي كمان يغتال. الله مين ندى الخوري من فانزاتك وائل. لك على عيني، هلا بنعملنا وحده على شربل ابو منصور، شكرا كثير لك على هالمداخله والف مبروك النجاح. شكرا. ميرسي لكم. ميرسي. وائل كفوري معك. اليوم عيد ميلاد الصبوحة. حياة قلبي. شو بدي اقول غير انه الصحة والعافية، وشو بدك تقول للصبوحة؟ الصبوحة تاريخ كتير كبير وعظمي
وصدقني ما بلاقي اجمل من صوتها. اوقات هيك بمرق ارشيف لها قديم بقى عم بسمعه بقول معقول في حدا كان يغني هيك، في مرة بتغني بهالشكل. يعني بدي اقول لك هيدي الحياة، والله يعطيها قد ما زرعت هالدنيا، ويكونوا حدا كل المحبين ويوقفوا حدا، لانه بعتقد هي بحاجة هلا. بحبها قد الدنيا وبفكر فيها. صباح هيدي صباح صبوح اكيد. وائل كفوري، اول شيء بدنا نقول لك كمان الف مبروك على اي تيونز، عم بيحقق نسبة اذا بدك مشاهدة عالية جدا ومبيعات عالية جدا. يمكن اي تيونز بحياته مش شايف هيدي النسبة اللي حققه البومك. قد ايه النجاح بيعطي سعادة وبيعطي هيك سيلف استيم، يعني بيرضي غرور الانسان. هذا حافز كتير مهم، بس بنفس الوقت كمان بتضلك خايف وبتصير تقول يا رب دخيلك نقدر نستمر بهالنجاح، لانه على طول شو نرجع نعمل بعدين. يعني هون هيدي شغله كتير مهمه، مش انه واحد يسكر بالنجاح. انا ما بسكر بالنجاح، انا بعمل العمل بكون عم فكر بالعمل الثاني اللي جاي. هلا الله عم بيوفقني، كتر خير الله. بعتقد انه نيتي طيبه وكل اللي تعاملت معه نيتهم طيبه، وان شاء الله هالعمل بيوصل لكل العالم وبيوصل للمراتب الاولى بكل العالم، يشوفوا عن جد بكل اغنيه بحسوا. ليك العالم بتحس بكل اغنيه عم تسمعها قديش فيها تعب، قديش فيها سهر، وقديش فيها معاناه، وقديش فيها فرح بنفس الوقت، حتى لو يمكن هي حزينه 100%. بس انه كمان مسؤوليه. نعم. مسؤوليه مش هينه، وإلا تضل تفكر على طول شو بدك تعمل بعدين، وهيدي هي القوه. ممنوع التأخير علينا. هلا نحن بعرف انه رح نشبع على فترة زمنية من اغنياتك، بس ممنوع هيدي الفترات الغياب الطويلة بالاغاني. ممنوع بإذن الله. والا رح تغني البومك الجديد على مسرح عرب ايدل؟ اكيد رح اغني كم اغنيه منه اكيد، لانه كيف ما بعرف قديش بحق لي قديش وصلتي رح تكون. رح اغني منه، واكيد رح اغنيها انه كله اذا بيصير لي كله غني كلها عرب ايدل. عملي حلقه كلها غني فيها السنه. كنا عم نقول قبل شوي وائل كفوري الرقم الصعب اليوم. صديق الفنانين انطوني ابراهيم قال لي صلح لي بداية، قال لي الرقم المستحيل مش رقم الصعب. ايه في ما بعرف في رقم مستحيل. ايه جمع رقم مستحيل بالميل، في رقم مستحيل ما بيستوعبوا مثل ما في غرام المستحيل. وائل كفوري ما في مستحيل، اللي بيعيش على الامل ما بيعرف المستحيل. 100%. وائل بعرب ايدل تجربتك عم تكون اذا بدك مختلفة تماما عن اكس فاكتور. عم نشوف وائل كفوري جديد، عم نشوف وائل كفوري له ستايل خاص فيه. الكاريزما موجودة، هي نعمة من عند ربنا. تعليقاتك عم بتكون بمحلها. الكيمياء ما بينك وما بين اللجنة كيف عم تكون؟ يعني اول شيء عرب ايدل تجربه جدا رائعه بالنسبه لي، وانا كثير مبسوط لانه بالنهايه عم تتعامل مع اهم شاشه عربيه وهي الام بي سي، صحيح، وباهم برنامج بالعالم العربي، ولجنه بتاخذ العقل. شو بدي احسن من هيك؟ يعني كل شيء منيح وكل شيء ماشي صح، والنتيجة عم تشوفوها على الهواء. 100%. حسيت في هيدي الكيمياء الكبيرة، يعني نانسي دايما هيك محمية فيك، أحلام أنت وياها في هيك هضامة، يعني في مسحات مهضومة. شفتك عم تقلدها نهار الجمعة. كمان حسن، يعني عم شوف إنه عم بتكون ضروري، لأنه كلهم عندهم نفسية حلوة وكلهم لذيذين وكلهم يعني كلهم عندهم هيك شهرتهم ومكانتهم واسمهم. لما عم تتعامل مع اشخاص هي برو، برجع بقول لك تتعامل معه وعنده الموهبه وعارف شو عم يعمل، بصير سهل التعامل معه 100%. فنانسي واحلام وحسن كلهم اشخاص معروفين وكثير بحب التعامل معهم وكثير مبسوط معهم. وصدقني بس تخلص الحلقه بنقول انه كان بدنا اكثر. حلو. هيدا عن تجربتك بس بعد رح نمرق شغله. وائل، نجوى كرم شمس اغنيه لبنانيه هنتك عبر تويتر. حياتي نجوى حياتي. كمان صداقه منطقه واحده. اليسا
كمان هالصداقة الكبيرة اللي بتجمعك فيها كمان مميزة. غارت عبير صبري من مصر، وصلت لك الخبرية؟ لا ما عرفت. الممثلة عبير صبري النجمة بمصر غارت لأنك دلعت إليسا بأرب ايدل. وبدلعك انا ما عندي مشكلة. انا بتغار دخيل جريك بدلعك. وكمان كان في لأصالة كمان لك هيك شيء عبر تويتر كمان غردت وكتبت لك كل النجوم في إجماع على النجم اللبناني وائل كفوري. وائل بنهاية اللقاء ما بدنا نطول، يعني قلنا لك 10 دقائق، ما رح نطول 5 دقائق بس وخلص، يعني ما رح نطول. عن جد عم تحكوا؟ وائل كفوري. بعدين كمان بدي وجه تحية كمان لمحمود عيد ول ملحم أبو جديد ولرالف. يعني محمود كمان أول مرة تعمل معه كمان أغنية رائعة عنده جدا رائعة. ملحم حبيب قلبي، حاولنا نحكي ملحم خط مسكر. يكون بحياتك الأهم لما بدي يكون. تعرف نحن عم نسمع المقتطفات من الالبوم، كل غنية بسمعها بقول هيدي غنيتي، هيدي هي غنيتي. بترجع بتمرق واحد تاني لا هيدي غنيتي، لا هيدي غنيتي. يعني طلع الالبوم كله غنيته، ما طلع غنية واحدة، طلع له البوم. يا رب ان شاء الله خير ان شاء الله. وإلا كمان يارا كانت معنا نهار الجمعة على الهوا، وكمان حكيت عن ألبومك وعن أغانيك. سمعت ألبوم يارا؟ اكيد سمعت اول ما ينزل اذا بدك. شو؟ لا يارا من الفنانين الموجودين على الساحه، وانا كثير بحب صوتها ليارا، من الاصوات اللي بنحسب لهم حساب، وبتعرف تختار وبتعرف تنقي ويارا واصله خلص. نعم يعني وائل كفوري نحن بدنا نشكرك، بنقول لك شكرا كثير لك على الانترفيو الخاصة لا صوت الغد ولا برنامج بخصوص هالشيء. رح نختم بغنية كاملة هلا، الغرام المستحيل لوائل كفوري. اول شيء انا اللي بدي اشكركم وهنيكم، يا رب هيك ضلوا كمان على طول موجودين بهالقوة بهالنجاح اللي انتم وصلتوا له. وبدي اشكر كل حدا هناني عن جد، فنانين صحفية، ما في حدا هناني ما بقول له الا ثانك يو. وانت كمان الف مبروك لك شو ما بتعمل بحياتك، والله يهنيك شو ما بتعمل بحياتك. واللي بيريد الخير لغيره بعتقد الله بيوفقه، وانا من هالناس اللي بيريدوا الخير لكل الناس. طبعا. وائل كفوري اخر كلمة لصوت الغد ومستمعي صوت الغد شو بتقول لهم؟ لك بحبكم يا عم، شو اكثر من بحبكم كثير، وبشكركم على الوقت اللي اعطيتوني اياه، ومشوا لقدام يلا، وما تاثروا بحدا، وبدي وجه تحيه كمان لرودولف المدير العظيم. فيني المدير العظيم. لحظة ما يكونوا عينوك مدير وما معك خبر.